دراسة جدوى مشروع تربية 400 فرخة بياض في البيت. وركز تحت كلمة مشروع تربية 400 فرخة بياض في البيت، لأن دراسة الجدوى للتربية المنزلية. وطبعا في ناس بتجيب بطاريات وبتعمل تربية لأعداد كبيرة في المنزل لأن المساحة بتكون عندها صغيرة. المشروع ده هيبدأ براس مال 154,000 جنيه. معدل الربح اليومي 740 جنيه. معدل الربح في الشهر 22,200 جنيه. الربح في نهاية المشروع 186,000 جنيه. طبعا الأرقام متغيرة لأسباب كتير، منها ارتفاع سعر الفراخ البياض أو ارتفاع ونزول سعر البيض، وكمان الأعلاف. الدراسة دي لو معمولة في مزرعة فهتبقى الأرقام مختلفة تماما عن الدراسة اللي احنا عاملينها للتربية المنزلية، لأن في التربية المنزلية حضرتك مش بتدفع إيجار، وكمان انت اللي بتراعي الطيور، يعني مش هتدفع مصاريف عامل بيراعي الفراخ. قبل ما نبدأ دراسة الجدوى عايز اعرفك ان احنا متاح عندنا بفضل الله حجز فراخ بياض لجميع الاعمار، سواء فراخ بياض ابيض او احمر لجميع الشركات. كمان متاح عندنا حجز كتاكيت بياض لجميع الشركات عمر يوم، بس اقل عدد 1000 كتكوت. كمان عايز اعرفك ان انا متاح معايا متابعة عن طريق الواتساب. لو انت ما عندكش خبرة نهائي في موضوع تربية الفراخ البياض او الفراخ التسمين، بتقدر تتواصل معانا وبتعمل متابعة باشتراك شهري بأسعار رمزية، منها متابعة لمشروعك، وكمان بتتعلم وتستفيد، وبعد فترة بتقدر تعتمد على نفسك وتدير مشروعك. قبل ما نبدأ في دراسة الجدوى اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك ويستفيد، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مبدئيا كده سعر الفراخ البياض النهاردة عمر 100 يوم، سعر الفرخة بيتراوح من 260 ل 280 جنيه. احنا هنعمل دراسة 400 فرخة، يعني 400 فرخة في 280 جنيه، هيطلع معانا مصاريف سعر الفراخ عنده عمر 100 يوم 112,000 جنيه. طيب الفراخ دي بتيجي تقعد عندنا كام عشان تبيض؟ بتقعد متوسط 40 أو 50 55 60 يوم بالكتير عشان نبدأ ناخد منها إنتاج بيض معقول. الفرخة دي بتحتاج أدوية وتحصينات وعلف وفيتامينات وشوية مصاريف عشان تبدأ تدخل معانا في الإنتاج، منها معدل استهلاك العلف لكل فرخة متوسط 4 كيلو ونص علف. طيب احنا عندنا 400 فرخة هيستهلكوا علف بمتوسط 1800 كيلو علف. 1800 كيلو علف دول لحد الفراخ ما تبدأ تستقر معانا في الإنتاج. سعر كيلو العلف بيتراوح من 17 ل 18 جنيه. احنا هنحسب 1800 كيلو علف في 18 جنيه، هيطلع معانا 32,400 جنيه، وده سعر العلف اللي احنا هنستهلكه لحد الفراخ ما تبدأ تنتج معانا بيض بشكل طبيعي. بعد كده لو انت شغال في التربية الأرضية هتجيب نشارة وجير، ودول هيكلفوك متوسط 800 جنيه. لكن لو شغال في بطاريات وده الأفضل، مش هيبقى عليك تكلفة نشارة ولا جير. بالنسبة لاستهلاك الكهرباء والمية، 400 فرخة دول هيستهلكوا كهرباء ومية في الشهر بمتوسط 600 جنيه. نيجي بقى للأدوية والتحصينات، لأنك هتكمل برنامج التحصينات وكمان هتشتغل مع الفراخ بمضادات حيوية وبعض الفيتامينات، ودول هيكلفوك 8000 جنيه. نيجي نحسب المصاريف الأولية من ساعة ما جبنا الفراخ عمر 100 يوم لحد ما بدأت تدينا إنتاج شبه مستقر بنسبة 60 أو 70%. هتحسب 112,000 سعر الفراخ، 32,400 سعر العلف، و800 جنيه نشارة وجير، و600 كهرباء ومية، و8000 أدوية وتحصينات. هيطلع معاك الناتج 154,000 جنيه. ودي المصاريف اللي هتصرفها على الفراخ لحد ما تبدأ تدخل معاك في مرحلة الإنتاج. ما بعد مرحلة الإنتاج الفراخ بتستهلك يوميا علف بمعدل 110 جرام لكل فرخ، وانت عندك 400 فرخة، يعني هتستهلك في اليوم متوسط 44 كيلو علف. سعر كيلو العلف عامل 18 جنيه، احنا بنحسبه على 20 جنيه عشان بنحط بعض الفيتامينات في المية للطيور، يعني 44 كيلو في 20 هيطلع معاك 880 جنيه. ده استهلاك العلف اليومي للفراخ أثناء الإنتاج. نيجي بقى لموضوع الإنتاج. الفراخ البياض المفترض إنها بتديك في أول مراحل الإنتاج
نسبة إنتاج تصل ل94 و95%. احنا هنحسب نسبة الإنتاج عندنا على 90%. عندنا 400 فرخة، يعني هيجيبوا متوسط 360 بيضة في اليوم. ال360 بيضة دول يعني بالظبط 12 طبق. سعر طبق البيض النهاردة بيتراوح من 130 ل150 جنيه، فاحنا هنحسب على أسعار النهاردة 135 جنيه. يبقى 12 طبق في 135 جنيه هيطلع معانا 1620 جنيه في اليوم. لو خصمنا من ال1620 جنيه دول ال880 مصاريف العلف والأدوية والفيتامينات، هيطلع معانا صافي الربح اليومي 740 جنيه. جينا حسبنا ال740 جنيه الربح اليومي في 30 عدد أيام الشهر، هيطلع معانا 22,200 جنيه. ده الربح الشهري بعد ما تطلع مصاريف الأدوية والفيتامينات والعلف. تعال نشيل منهم 1000 جنيه كمان مصاريف مية وكهرباء وأطباق بيض فاضية هنعبي فيها البيض، هيبقى معانا 21,200. لو جينا ضربناهم في 16 شهر اللي هو معدل دورة إنتاج الفراخ البياض، هيطلع معانا 340,000 في نهاية المشروع. نيجي بقى نخصم منهم 154,000 اللي احنا كنا صارفينهم قبل كده على الفراخ لحد ما بدأوا يدوا معانا إنتاج بيض بشكل طبيعي، هيطلع باقي معانا 186,000 جنيه. وهيبقى لسه باقي عندك الفراخ اللي هتباعها بعد ما بتخلص إنتاج بيض، اللي سعر الكيلو منها بيتراوح من 40 ل50 جنيه بعد نهاية الإنتاج. هتشوف انت باقي عندك كام فرخ وهتضرب متوسط وزنهم كيلو ونص، وعلى حسب سعر البورصة هتبيع الفراخ. طبعا دراسة الجدوى تقريبية بنسبة 90% ل2025، لأن برضو مفيش حاجة ثابتة. أوقات الفراخ البياض سعرها بينزل، وأوقات العلف سعره بيرفع، وأوقات كمان سعر البيض بيرفع عن كده، وأوقات بينزل عن كده. بس احنا عملنا دراسة جدوى شبه تقريبية عشان الناس اللي بتفضل تسأل عايزة دراسة جدوى.